مراجعة سريعة لقوانين الفيفا. ضربة الشوت جن جوه ال 18 هندس وانذار ولا ما فيهاش عقوبة ثنائية؟ المهم الشوط الأول كان شوط مفاجئ ومصروع كده، الأهلي كان بادئ هادي عادي، وفجأة بعد ما عدت ربع ساعة أما طلع الشواديب فوق الجرادل ونزل على دماغ الكنين هبدا. وست هام يونايتد الذي يلقب بالمطاريق. المطاريق الشواكيش هو لقب نادي الترسانة الذي لعب له علي ماهر لمدة عامين. السلام عليكم، وحشتوني جدا والله. انا عارف ان انا غبت كتير، يمكن دي المرة الثامنة او التاسعة، وكل مرة بقول ان انا راجع وفعلا برجع شوية وبعدين بغيب تاني، بس باذن الله بداية من ماتش الاهلي والزمالك بتاع السوبر الافريقي ده هيبقى حاجة مختلفة، لان انا قعدت مع نفسي واكتشفت ذاتي، قعدت كتبت شعر وفضلت حزين شهرين، فكفايه نرجع بقى ونعمل شغل وننبسط واضحكك ان شاء الله وتنبسط مني، فتعمل لي لايك وشير وتعليق واشتراك ونخش في الماتش. بدأ ماتش الاهلي وجورماهيا الكيني بان قوه كينيا في النمر الكيني، في الزرافه الكيني، مش في اللعيب الكيني، فدي كانت فرصه عشان تدمره. واعتمد كولر على ان عمره ما لاعب حد كيني، ولان المجهول مرغوب فاحنا نمسكهم ونضغط عليهم ونديهم على دماغهم، ننسيهم الكوره ونرجع نكتشفهم في العوده عادي. اما المدير الفني لجورماهيا الكيني فده مغيب تقريبا، قال لك هنغلب الاهلي فرق كبير عشان نرتاح في العوده، وفعلا هيرتاح، ناويين يقلوه تقريبا. المهم الشوط الاول كان شوط مفاجئ ومصروع كده، الاهلي كان بادئ هادي عادي، وفجأة بعد ما عدت ربع ساعة اما طلع الشواديب فوق الجرادل ونزل على دماغ الكنين هبدا. وده بدأ في الدقيقة 13 بعد ركنية تتلعب وتضيع ويكسر رامي ربيعة انه يرجع فيها عشان تتبصل بيرسي تاو يهديها كعب لحسين الشحات اللي يعرضها تتدحرج على غيطان الجرجير توصل لرامي ربيعة وهوبا 1-0 للاهلي. وبعدها بدقيقة واحدة بس بتحصل حاجة احنا مش عارفينها، بس الكادر بيرجع بنلاقي بيرسي وامام عاشور بيضغطوا على 2 مدافعين غلابة عشان ينهاروا وياخدها بيرسي يعدي الحارس وهوبا 2-0 للاهلي. عشان تنتهي الاحداث المهمه وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر فردة الشراب التايهه اللي احنا سايبينها على الكنبه بقالنا 3 سنين لحد ما نلاقي اختها. الافرو سنتريك احتلوا المصري تقريبا، وايه شغل خالف تعرف ده؟ انت مش اسمر واصلع زي زمايلك ليه؟ يخرب بيت الشياكه يا اخي، طقم الحمالات ده مدوخ البنات في كينيا 80% قطن الكاميروني. الارضيه دي ما شفتهاش الا في حتتين، تلف المنوفيه وارض العزه بتاعت سيمبا بعد ما عم مسكار مسكها وكل كل الخراتيت اللي فيها. مراجعه سريعه لقوانين الفيفا. ضربه الشوت جن جوه ال 18 هندس وانذار ولا ما فيهاش عقوبه ثنائيه؟ قشطه، يلا نساعد ونشوف مين هينزل حكم رابع. كيلو باميه. ايه الثروه دي؟ ده تبني يكفي جواميس بلدنا كلها. الحركه دي اسمها اسلام دنك، ودي بجولين في كرة السله. لا 80 بيزو كيني مش مبرر برضه، ليه الغشم؟ انا حكم نزيه هيك، كل ده احتراف. سترايكر ايه يا حكم ده؟ مفيش قفا في كرة القدم، مش انتوا اللي قلتوا سيب الماتش؟ امسك اتاحة فرصة. علمونا في كينيا ما نخافش الا من ربنا والسيد قشطه، بس ما حدش حذرنا ليه من اختراقات اجمد ربيع؟ هو مفيش غيري ولا ايه؟ انا اللي لسه مضروب دلوقتي. لحظات مع الظلم. احتفال جماعي ما يلزمنيش، هات لنا فرحة المدربين او فرحة الدلوعة. ولان ده اخر اسيست في حياتي، قول لامي ليه انا النيجا القصير الضعيف الوحيد في جنوب افريقيا. بعتني من الميه ليه؟ انقذتني من الموت ليه؟ 33 ساعة وقت بدل فائد انتهى. الحمد لله على السلامة. ما تنساش اللايك. فاكر اللحظة دي كنت بقول لك فيها ايه؟ ولا غيابي نساك يا بيه؟ دي اللحظة اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني ما لفتش انتباه اي حاجة خالص، فقررت اتكلم عن راعي التكتيك اللي ما بيوصلش لحاجة، الكابتن الاجريسيف راعي المركز الرابع، احسن مدرب مصري في 6 دورات رمضانية، علي ماهر. لو حد عنده حل للحب العزيز ده يقول لي ضروري. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وحط لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في بورسعيد والجيزه ونقابه الاطباء. علي ماهر جندي مجهول في الطفره الطبيه العالميه، متنكر في مدرب كره قدم، هدف الحصول على جائزه نوبل. فلو بصيني على العام الذي بدأ به علي ماهر مزاولته لكرة القدم سنجد عام 1989 في نادي الترسانة. 1989 هو العام الذي تأسست به كلية الفنون التطبيقية في جامعة شرق لندن، وكلية وست هام للتكنولوجيا. وست هام يونايتد الذي يلقب بالمطاريق. المطاريق الشواكيش هو لقب نادي الترسانة الذي لعب له علي ماهر لمدة عامين يعني سنين او الثاني. 2 هو عدد الجامعات الانجليزية التي تصنف من افضل الجامعات لدراسة الطب في اوروبا.
الثاني هو مركز انجلترا كافضل دوله لدراسه الطب في العالم. طب خد الناحيه الهندسيه الوراثيه الطبيه. ولد علي ماهر في ديسمبر عام 1973. 1973 هو العام الذي اخترع به العالمان بويزر وستانلي اول كائن حي معدل وراثيا عن طريق ادخال جينات مقاومه للمضادات الحيويه. الاسكات الجيني بواسطه رنا. هذا الاكتشاف الذي حصل على جائزه نوبل في عام 2006 في الطب الطبيب في 2006. علي ماهر قام بدور طبيب في 2006 في فيلم حاحة وتفاحة. وبشبك الخيوط إذن علي ماهر جندي مجهول في الطفرة الطبية العالمية، متنكر في مدرب كرة قدم، هدف الحصول على جائزة نوبل. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. الظروف بتحتم عليها احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني بسرعه. الشوط الثاني كان شوط طيب، محدش كان احسن من الثاني. هتديني بالخياره هديك بالفقوسه، بس الاهلي سرق الفقوسه وضرب بالخياره لوحده، وده ظهر في الدقيقه 73 بعد الكره توصل لوسام ياخدها يتضرب فننغلط، ياخدها بيرسي تاو يشوطها فما نحتفلش، يقوم وسام فنحتفل والحمد لله 3-0 للاهلي. عشان تنتهي الاحداث المهمه وقرر ادي لك ملخص الشوط الثاني، بس قبل ما ادي لك ملخص الشوط الثاني هعمل سحر الاختفاء. بس خلاص كده، اتفضل بقى خد ملخص الشوط الثاني. انتوا بتطوفوا حوالين الاستاد ليه؟ دي عباده ولا دي تعويذه كفايه لمنع زياده الفرق عن 3؟ حرام عليكم، الواد متعود على الاراضي الدنماركي ومونجيلا، عمره ما لعب على ورق خاص. يا نهار ابيض، اللوستا ميسي نو كيليان امبابي. قوم يا سليمان بربك، قوم يا سليمان. زملكاوي واقف معانا ما بتحتفلش ليه؟ عشان انا مش زمالك عادي، انا كيني وده الزمالك الكيني. مش شايف اللوجو مسمر ازاي؟ الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وان شاء الله رب باذن الله بدايه من ماتش الاهلي والزمالك انا هبدا اشتغل بشكل كويس، والماتش على فكره هينزل بعدها بيوم على طول، ان شاء الله ينزل يوم 28. وللعلم انا صفحه التيك توك عندي اتمسحت، وده برضه كان سبب من اسباب غيابي، وعملت صفحه جديده يا ريت كلنا نخش نتابعها، وباذن الله هبقى اشتغل على الفيسبوك والانستجرام قريب، بس يعني اشوف لهم افكار والى اخره. بس كده انا خلصت. سلام.